يسعد لي أوقاتكم. حبيت شارك معكم وصفة يلي هي السطل البحري. وكنت كمان شايفة أكلة تركية من بلح البحر كمان عجبتني، حابة أجربها. فجبت سمك، جبت روبيان، جبت محار، وجبت بلح البحر. وهيك أول وش غسلتهم كتير منيح ونظفتهم وشلت العرق كمان اللي موجود بالروبيان. وغسلتهم كتير منيح، وكمان بعد ما غسلتهم غسلت الأكياس كتير منيح مشان وقت اللي بتكبوها بالزبالة كمان ما تطلع ريحة. وكمان البلح هون كمان تعذبت شوي بتنظيفه، بتعرفوا بياكل وقت ولازم يتنظف كتير منيح. ورجعت كمان بعد ما غسلتهم أول مرة حطيت لهم ملح وفركتهم بالملح ورجعت غسلتهم. ورجعت هاي المرة الثالثة حاطتهم بالطنجرة وحطيت لهم ملح وحطيت لهم خل، وما خليتهم وقت طويل لأنه بتعرفوا السمك لحمه طري وبيهتري. وحتى الروبيان ما بيتحمل. ورجعت غسلتهم كتير منيح ونطروني بالوصفة الجاية.